ازيكم عاملين ايه؟ طبعا في الحر ده الواحد عايز كده حاجة ساقعة. هنعمل مع بعض النهاردة ايس كريم، مكونات كلها موجودة في البيت من غير مكنة ايس كريم ولا اي حاجة، وسهلة جدا. انا هعمله معاكم بالفراولة، ممكن تعملوه باي فاكهة متاحة او اي طعم بتحبوه. يلا نبدأ بسم الله ونشوف هنعمل الايس كريم الحلو ده ازاي. في الكبة هضيف نص كوباية من السكر البودر، وكمان هضيف نص كوباية من كريم شانتيه الخام. ومعايا بقى هنا الفراولة بتاعتي، كيلو الا ربع من الفراولة، غسلاها كويس ومفرزاها، بطلعها من الفريزر وهي متلجة. اضيفها كده في الكبة مع السكر ومع كريم شانتيه بالشكل ده. وكمان بقى هضيف كوباية الا ربع من اللبن زي ما انتوا شايفين كده. بس هي دي المكونات بتاعتي، سهلة جدا وهتعمل معايا احلى ايس كريم. هنقفل بقى الكبة ونضربه كويس جدا لحد ما نحصل على خليط ناعم جدا كريمي زي ما هتشوفوه دلوقتي. المهم ما يكونش فيه كتل ولا يكون فيه تكتلات، لازم نضربه كويس جدا. خلاص كده ده قوام الخليط ولونه، ضربته لحد ما بقى ناعم وكريمي زي ما انتوا شايفين. هو لونه بيبقى فاتح اول ما بيدخل التلاجة او الفريزر، بنلاقي لونه يغمق شوية زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بحطه بقى في علبة تلاجة او في بولة يكون لها غطا، واسيبه بقى في الفريزر حوالي من ساعتين. وبعد كده بيخرج زي ما انتوا شايفين لونه غمق ازاي. بمعلقة بقى الايس كريم كده، ونحطه في البولات او زي ما انتوا عايزين بسكوتة، اطباق براحتكم. انا حطيته هنا بولات الايس كريم، شايفين فيه الندغة كده بتاعة الايس كريم زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، وطعمه حلو قوي والسكر بتاعه مظبوط. بملى البولات كده بتاع الايس كريم، شايفين حلو ازاي زي اللي بنجيبه بالظبط. ممكن نعمل المانجا بنفس الطريقة، اي فاكهة تحبوها، الكيوي بنفس الطريقة هيطلع معايا نفس النتيجة. بحط بقى عليه كده صوص فراولة كده زي ما انتوا حابين، وممكن كمان في البسكوتة كمان كده. لو بتحبين البسكوتة نجيب البسكوتة دي جاهزة، بتتباع جاهزة، ونملاها كده بالايس كريم، وناكل بقى احلى ايس كريم بيتي من غير مكنة، مكونات موجودة فعلا في كل بيت ومن غير مواد حافظة. شايفين الجمال؟ سهل جدا. اتمنى تجربوه ويعجبكم. هستنى تعليقاتكم وارائكم. ولو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه اشتركوا معايا وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي، وباذن الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.